بتحضرني قصيدة للمستشار المبدع محمود أبو حسين، أحيي عليها الحقيقة. قال فيها: نداء عاجل، تصفية نادي على قيد الحياة، نداء إلى كل الأندية في مصر وخارجها، نداء إلى المستثمرين السماسرة الهواة، نداء إلى كل من يهوى الشراء في موسم الانهيار. أنا نادي الزمالك، نادي مصري حكومي، واقف لوحدي في طابور الإعدام، بصف نفسي ومحدش واقف في صفي. تصفيات مش بطولات، لا، تصفية أصول، تصفية تاريخ، تصفية كرامة. لعيبة ممنوعات، تسجيل ممنوع، حلم ممنوع، بس البيع مفتوح 24 ساعة. قرب يا بيه، اختار وجرب وهات فلوسك. عايز نجم؟ طب خد بزيرة. مش عاجبك؟ خد عبد المجيد، ولا اقول لك خد شحاتة ومعاه الوجع هدية. استنى بس، خلي بالك، ارض اكتوبر مسحوبة وجزء من 100 عقبة في الطريق، والمجلس نايم نومة اهل الكهف، والمدير الرياضي طلع مقلب مش مشروع. قرب يا بيه، نادي للبيع. طب فاضي ليه؟ الجمهور بس ينفع؟ لا، ولا حتى الجمهور ينفع يتباع. الو سيادة الوزير اشرف صبحي، مش حضرتك قلت اطمنوا مش هنسيب الزمالك يغرق؟ الزمالك ما غرقش يا سيادة الوزير، الزمالك اتساب يغرق. فرق كبير، الديون بتطرق على الابواب، الضرايب بتجهز للحجز، القضايا واقفة طابور، والنادي كل يوم بيصحى على محضر جديد. قرب يا بيه، ما تخافش، مش هيحجزوا على الجمهور لسه. قرب وبص وشوف تصفية الزمالك على المكشوف. قرب وشوف تصفية الزمالك على المكشوف، من غير ستار، من غير حياء، من غير حتى بيان اعتذار. خد لك حاجة يا بيه، اصلها مش هتدوم. التاريخ قالها قبل كده وبيكررها دلوقتي بصوت عالي. الكل بيزول الا جمهور الزمالك، والا شعار الزمالك. مجالس ادارات عدت، وزراء راحوا، مديرين اتغيروا، لعيبه اتباعت، اراضي اتسحبت، لكن اللي فضل واقف المشجع الغلبان اللي بيدفع تمن كل فشل وكل صفقة وكل نوم على الكراسي. الزمالك مش فقير، الزمالك مفقر عمدا، الزمالك مش ضعيف، الزمالك مضعف عمدا، مش تايه، متاهه عمدا. وده مش مقال شتيمة، ده محضر اتهام، مش صراخ، دي شهادة تاريخ، مش سخرية، ده بكاء بيضحك من كتر القهر. قرب يا بيه لو في لسه حاجة هتتباع، لكن خليك فاكر الزمالك مش عقار او مبنى قايل للانهيار، مش صفقة، مش ملف بيتقفل. الزمالك فكرة، والفكرة حتى لو حاولوا يصفوها ما بتموتش، واللي كسر النادي هيتكسر قدام الحقيقة ولو بعد حين. دمتم سالمين.